كتاب حان وقت التمرد على الماضي. هو كتاب فاجئني لاني متعوده على الكاتبه والمترجمه ساره ممدوح بتقدم نوع من الكتابات الادبيه، قصص قصيره، روايات. لكن كتاب حان وقت التمرد على الماضي هو كتاب ما نقدرش نقول عليه علم نفس، لكنه دمج لعلم النفس مع ادوات التخطيط والخروج من الازمات اللي بتستخدمها الشركات، وبتطبق ده مع دمجه بعلم النفس في الحياه الشخصيه. والماضي اللي الكتاب بيوصفه هو عباره عن الارث النفسي، اللي هو مجموعه من البيئة المحيطة والتربية وشوية عوامل كده مع بعض متجمعين فيما أطلقت عليه الكاتبة الإرث النفسي، اللي بيكون في كثير من الأحيان مقيد ومحدد لقدراتنا ولشخصياتنا في قوالب محددة، بتبقى نوع من القيد اللي مش قادرين نخرج عنه. وهنا بيجي التمرد. فالتمرد هنا هو مش خناقة خالص، احنا مش بنشمر وداخلين نشوف الخناقة فين في الكتاب، بالعكس الكتاب عكس ما يبدو من عنوانه هو هادي ورزين ومخطط ومنظم. تمرد واعي عقلاني له هدف محدد، وهو ان احنا نعيد صياغة نفسنا بمفرداتنا الخاصة، وان احنا نعيد تعريف نفسنا بصورة متوافقة اكتر مع شخصيتنا الحقيقية. واثناء رحلة التمرد اللي بيعرضها الكتاب بنلاقي نفسنا قدام مجموعة من الصعوبات والعقبات اللي ممكن تقابلنا. من أول الصعوبات دي هو القلق والخوف. القلق والخوف بيجي من الخوف من الخروج عن المألوف. هنا بتأكد الكاتبة إن إحنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم دايما: إحنا ليه عايزين نغير وليه عايزين نتمرد على القوالب أو اللي إحنا محطوطين فيها أو الحياة التي لا تتناسب مع شخصياتنا. كل ما عرفنا الإجابة الحقيقية على السؤال ده كل ما كان الخوف والقلق أقل كتير. وهنا بتأكد الكاتبة إن الخناقة في الكتاب ده هي مش مع المجتمع خالص، الخناقة مع نفسنا. كل ما بقينا عارفين نفسنا أكتر وعندنا وعي أكبر بقيمتنا وبقدراتنا وبطموحاتنا الحقيقية وبشخصيتنا الحقيقية، كل ما كان الوصول إلى الشخصية المتعافية من أنفسنا أسهل بكتير. من كمان الصعوبات اللي عرضتها الكاتبة هي فكرة العزلة أو الوحدة. أنا شخصيا كتير من الناس اللي شفتهم في حياتي بيتمردوا على أوضاع معينة، من الأسلحة اللي بيتسلحوا بيها فكرة إن هم ينعزلوا عن الآخرين عشان يترحموا من النكد. لكن بتأكد الكاتبة إن الواحد المفروض أثناء قرار التمرد والاختلاف والتغيير ما يربطش ده بفكرة العزلة والانفصال عن الآخرين. ونيجي بقى للفصل اللي فاجئني في الكتاب، فصل كده خاص بالعلاقات، العلاقات المؤذية، سواء باختياراتنا نقدر إن احنا نختار نبعد عنها، وفي علاقات حتمية مؤذية ما نقدرش إن احنا نتخلص منها أو نقطعها من حياتنا تماما، زي علاقاتنا بالأهل. وإزاي نتعامل مع كل نوع علاقات، وإزاي إن في نوع من التركات النفسية اللي ممكن ترجعنا للعلاقات المؤذية بعد ما نتركها تماما. وكمان فكرة إن العلاقات الحتمية بقى هنواجهها إزاي. الحقيقة إن الكاتبة عرضت ده بشكل عملي بشكل مفهوم جدا. أولا إن إحنا نتجنبها قدر الإمكان، ما أمكنش ده نبقى عارفين قيمة نفسنا وعارفين ان العلاقة دي مش هي اللي هتحدد ما نقبله او ما لا نقبله في الحياة. يعني مش عشان انا مضطر اتقبل اذى معين من شخص ما في حياتي حتمي ما اقدرش ابعده عني او انفصل عنه تماما، ده مش معناه ان انا هقبل اذى من اي حد معدي. ومن اكتر الفقرات اللي حسستني ان الكتاب ده فعلا متوازن وهادي ورزين وبيستخدم العقل والمنطق اكتر من استخدام الانفعال والاندفاع اللي ممكن يكونوا مرتبطين عندنا بكلمة التمرد، هي فكرة المسؤولية الشخصية. الكتاب بيأكد على ان مبدأ المسؤولية الشخصية اللي هو انت بتبقى عندك قناعة ان انت مسؤول عن تصرفاتك وعن ردود افعالك، ده بيخليك متحمل لمسؤولية تصرفاتك، وبيخلي عندك بالتبعية قدرة على التغيير، احساس ان انا طالما انا المسؤول عن اللي انا بعمله فانا اقدر اغير ده. بيزود من احساسك بالإرادة وبان انت تقدر تغير ما تفعله او ما يصدر منك. الكتاب مليان أسئلة، يعني وانت بتفتح كده في فقرات عناوينها أسئلة، وفي أسئلة بتسألها الكاتبة للقارئ دايما في الكتاب، مع مساحات فاضية يقدر يكتب فيها إجاباته الخاصة، بحيث يتحول الكتاب كل كتاب إلى نسخة خاصة بكل قارئ. من أشكال التوازن الموجودة في الكتاب كمان هي فكرة القصص. كل عقبة بتعرضها الكاتبة من عقبات اللي ممكن تخلينا مش عارفين نغير، وكل أذى بتشرحه ممكن يكون موجود من الماضي، بتحط معاه قصة واقعية لأشخاص قبلوا فعلا العقبات دي ومروا بالظروف دي وتخلصوا منها ازاي. القصص دي بتحول الكلام النظري في الكتاب إلى حاجة واقعية في شكل قصة نقدر نتواصل معاها ونحط إيدينا على ما يشبهنا فيها. فده من الحاجات اللي خلت الكتاب مش سرد ممل، لكن موضوع القصص زاد من التواصل والتفاعل بين القارئ والكتاب. الكتاب ده تأثيره مش زي تأثير الفيديوهات التحفيزية اللي انت تشوف الفيديو من دول تقوم تبقى عايز تكسر الدنيا وحاسس ان انت خدت جرعة نشاط وحماس عالية جدا، بعد 10 دقايق فيش كل ده بيروح وبتلاقي نفسك محبط اكتر من الاول. الكتاب مش كده خالص، انت بتاخد منه فكرة ان انت تفكر
وان انت تسأل نفسك وان انت تشوف ده فين من حياتك وانت حياتك فين منه. وكمان بيديك كده نوع من الإيجابية بشكل عام والأمل في ان في حاجات فعلا ممكن تتغير معظمنا كان فاكرها حيطة سد. حان وقت التمرد على الماضي.